عسلامة عسلامة، شنحوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير. هاوكا كيف ما وعدتكم رجعت لكم بالرسالة الثانية اللي حكيت لكم عليها، اللي كانت أمي قبل تعملها لنا متاع دجاجة روتي. الرسالة هذه مختلفة على الوصفات اللي تشاركتها معاكم سابقا، هذه أول مرة باش نشاركها معاكم بالطريقة هذه، طريقة أغلب البيوت التونسية يعملوها، زاد في المغرب العربي زاد فما شكون يعملها حسب ما شفت. المهم طريقة سهلة على الآخر، مضمونة مليار في المية للناس اللي طيب الدجاجة أول مرة وتحبها تجي طيبة من الداخل وتجي هابطة زبدة. أول حاجة الساعة خليكم معايا مركزين نهاية الفيديو. خذيت دجاجة، نظفتها، غسلتها، خل وقارص وفارينة وماء، وبعد تري تعقموا البلاصة بالجفاء اللي غسلتوا فيها كل شيء تفاديا لحدوث أي مشاكل لا قدر الله. ومن بعد تالي شوشطها كيف ما شفتوا باش نتخلص مك الشعر الجويد ولا ريش الجويد متاع الدجاجة. ومن بعد تالي عبيت برمة تقريبا شطرها بالماء وباش نحط فيها الفاح هذوما اليوم التابل التونسي، كركم، اكليل، بصلة، والورق الغار اللي هو ورق الرند، كان عندكم فرش كان عندي شايح، ومغير فم تعمل هذوما الكل تصبون في البرمة الماء هذيك وتخطيو البرمة وتخليوها حتى لين تغلي. يلزم الماء يغلي الماء متاعكم، ارميو فيه دجاجة. هذايا الفيديو السابق حكيت لكم عليها الطريقة هذه، أمي قبل كانت تعملها لنا كي تبدا عنا مثلا أكثر من دجاجة 3-4 دجاجات مناسبة، أو كان نعملوها هي تيك تاك، نبداو ضامنين ان الدجاجات متاعنا طايبين من الداخل وهابطين زبدة وأمورهم واضحة. باهي الطريقة هذه متاع الدجاجة ما تسحقش ياغورت ناتوريل، اما راكم تنجموا تحطوا فيها ياغورت ناتوريل من بعد في الماريناد اللي باش نزيد نوريها لكم. اذا كان نتوما دوك باش تعملوها بالطريقه المصموطه هذه راكم تنجموا ما تعملوا لهاش التفويحه اللي حكيت لكم عليها. هذه تصلح ياسر كي تبدا عندكم دجاجه كبيره. بالنسبه لي الدجاجه هذه سومها كان 11 دينار تقريبا و700 فرنك كان مانيش ناسيه، دونك ماهيش كبيره برشا. كنتو تشوفوني معناها تايا بارابور ليد كيفاش خليتها تتصمت لمدة 45 دقيقة بالضبط، 45 دقيقة. وقت اللي غلي الماء ذاك اللي في البرمة حطيت الدجاجة 45 دقيقة لهنا، صبيت الماء المرق هذاك الكل باش ناخذ المرق يبدا صافي. ما تنساوش باش تحطوا معاهم هنا برشت 5 سنون ثوم برشتهم رابيتهم، بعد اللي حطيتهم في نفس الماء هذاك وقت اللي الدجاجة قاعدة تصمت. ما تنساوش الثوم في اللون نسيت ما صورتوش، لكن بعد لحقته تلحيق وما صورته لكمش نسيتو. دونك لهنا الدجاجة بعد ما تصمتت لمدة 45 دقيقة لهنا صدقوني شادة روحها بالصيف الدجاجة، يعني كان نضغط عليها شوية بزيادة تتفريك. شوفوا ديجا قشرتها تزلعت، باش نسايس روحي ونمشي نقرط هكا الساقين بجنب بعضهم خاطر تحلوا في بالي سكرتهم لكن تحلوا، نقرطهم الساقين وباش نعملوا مع بعضنا الماريناد اللي باش نكملوا نركحوا فيها الدجاجة وندخلوها للفور. الطريقة ولا أسهل ولا أبسط. شوفوا لهنا كيف نية تشهي تعمل 66 كيف، شوفوا ضاربة فيها الشمس زدت ولات صفرة أكثر. هذاك الكولور الناتوريل متاعها معناها متاع الفايح والكركم اللي غليت فيه، تجيكم طرية ومويست من الداخل، ما تجيش شايحة وتغصص على خاطر غالية في الماء ديجا شربت ويقعد الاسكالوب ويقعد اللحم الداخل طري. ما لحقتش حتى باش نصور لكم الديكوب من بعتالي معناتها الماء ما شاء الله طاروا بها طيران. ناخذوا تو صحيفة صغيرة ونحطوا الدجاجة على جنب. اشنو باش نحطوا فيها الصحفة دي؟ اول حاجة مغيرفة صغيرة متاع ملح، ما تنساش اللي احنا ديجا غليناها في الماء فيه الملح، لازمناش ننساوه باش ما تجيش مسوسة كمان. ونزيدوا زيد عليها مغيرفة صغيرة متاع كركم، وتنجموا زعفران شعرة زادة، اما هنا ما عندي زعفران شعرة وفاه دونك استعملت الكركم فقط. وزادة كيف كيف ملعقة صغيرة من البابريكا ولا فلفل أحمر، هنا فلفل أحمر عندي حلو. وهنا ملعقة صغيرة مملوءة متاع الإكليل. زادة ديما نقول لكم إذا كان عندكم الإكليل الأخضر أو كحشيوها من الداخل بالإكليل الأخضر وزيد فوحوها بالإكليل الأخضر المرحي يجي أبن والجو تكون أنتونس أكثر. وشطر مغيرفة صغيرة متاع تابل وكروية، وهنا مغيرفة متاع عسل. العسل راهو يعطي جو وبنة في الدجاج الروتي. ديجا قولوا لي برشا منكم جربوها
وعجبتهم وجت بنينة برشا. قولوا لي رايكم في اللي كومنتير، ومتأكدة راكم جربتوا وصفاتي السابقين متاع الدجاج روتي ولا الدجاج المحشية، وبرشا بعثتوا لي الريتور متاعكم، والبعض اللي يكلمني بالتليفون شختوا عليه هالرسائل. ان شاء الله صحة وفرحة يا ربي، ان شاء الله انتم تخلطوا وربي يبارك. وزيدا كيف ما تشوفوا ما ننساوش باش نحطوا مقدار سنينتين كبار متاع ثوم نبرشوهم بالشكل هذاك. واذا كان انتم تستعملوا فلفل الاكحل زاده تنجموا تضيفوا نصف ملعقه متاع فلفل اسود ولا فلفل اكحل. بالنسبه لي ما نستعملوش فلفل الاكحل هذاك، علاش ما نحطوش. ونزيدوا عليها اللمسة السحرية اللي هي جوز الطيب نواد مسكاد، نعملوا هكا نربيوها شوية رشة مقدار متاع نصف ولا ربع ملعقة صغيرة، خاطر هو ديجا في ساعة يعطي الجو. النواد مسكاد هذا يمشي مع كل ما هو أزعر، يتناسب على الآخر مع الدجاج، يزيد فيها شطر بالحق في البنة. وختامها مسك اللي هي باش نضيفوا 50 جرام تاع زبدة تكون من مصدر حيواني. استعملت لهنا زبدة ناتيلي، خذيتها وذوبت 50 جرام في كسرونة صغيرونة، ومن بعد تالي أضفتها عليه باش نحلها معاه. نجموا تزيدوا معاها الخليط هذايا مقدار متاع زوز مغارف ماء باش العسل يتحل ما يتقعد لكمش يشد روح. يعني لهنا الحقيقة متاع ربي اكتفيت اني نحلها فك 50 جرام زبدة لفحت هذه الكل. ومن بعد تالي باش ناخذوا بانسو وندهنوا الدجاجة متاعنا. ملاحظة راني الدجاجة من الاول بالكل قبل حتى ما نرميها فك البرمة تغلي نقبتها من الداخل بالسكينة، يعني تحت الجلدة شيعت الجلدة وخذيت السكينة وكنت نرشق فيها ونعاود في الأفخاذ من الداخل وفي الاسكالوب في الصدر متاع الدجاجة باش الدجاجة توصل لها لفاح الداخل بالكل وتبدأ راوية وشاربة من الداخل بالكدا لفاح. دونك هذايا عبارة باش نعملوا بها دهنة من الفوق وشوية من الداخل باش تعطينا قوم مزيانة للحم تاع الدجاج هذايا ويجينا بنينة على الاخر. والفيحة متاعها بالحق شيء كبير شيء كبير، جربوها ومتأكدة باش تعجبكم على الاخر. هذه الطريقة متاع الدجاجة كي تبدا مغلية او كتغليوها 45 دقيقة، وبعد تالي تزيدوا تجمروها في الفور لمدة 45 دقيقة اخرين او نصف ساعة، متومة وقوة الفور متاعكم. نعاود ديما نقول متومة وقوة الفور متاعكم. متومة ديجا كي تصمتوها 45 دقيقة راهي تبقى لها كان شوية وتتجمر، يعني كان فوركم قوي تزيدوها نصيف ساعة في الفور يكفي جدا. واذا كان فوركم تحسوه ضعيف هكا وناره باردة شوية هاوكا حطوها لمدة 30 دقيقة فقط، يعني نصف ساعة وبعد تالي خرجوها. يعني جست هكا نص ساعة هذيك الفور يشعل من الفوق ومن اللوطة فونتيلاتور إذا كان عندكم، إذا كان ما عندكمش السماح، وخليوها الطيب وتعيش الجو متاعها حتى لين تتحمر وتولي الدجاجة الذهبية. شي يعمل كيف، والبنة والريحة نودكم ولا نشهيكم، وإن شاء الله ديما دياركم عامرة بالخير. نظفوا دجاجتنا كيف ما تشوفوا هكا من البرة باش يبدا منظرها مزيان وشباب بك البانسو. ومن بعد تالي باش نجيبوا بابي كويسون كيف باش نبلوه بشويه ماء، ومن بعد تالي باش نغطيو الدجاجه. علاش؟ باش نحمي الدجاجه متاعي انها ما تخرجش السوائل متاعها الكل في هيك النص ساعه اللي باش ندخلها للفور، يعني تتجمر وتعيش حياتها وفي نفس الوقت تبدا محميه من النار القويه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني وان شاء الله يكون كلامي واضح. وهنا بما انه ما فماش بطاطا مشيت شريت في فرايز دايز هذيا بطاطا جاهزه، وبعد تالي باش نفوحها شويه اكليل وشويه ملح وشويه كركم ورشه زيت، وبعد تالي باش نفرشها على الطبق متاع الفور وندخلها للفور. اذا كان عندكم اير فراير كان بها، ما عندكمش السماح. شوفوا الدجاجه لهنا عاشت جوها وجات بسم الله ما شاء الله، نودكم بالخير ان شاء الله. شوفوا دجاجتنا لهنا بقى عملت لها ضربه بالبنسو بك الزيت اللي هي سيبته متاعها هذاك، هو ما سيبتش برشا زيت راه خاطرني ديجا ما حطيت ليش برشا زيت واللي فما الكل شربته. نجيو توا نزينوا صحن التقديم تاعنا. بالطبيعه نتوما قدموها كيف ما تحبوا وفي المعون اللي تحبوا عليه. الفايدة في الدجاجة تكون طايبة وبنينة وفاوحة. خذيت هنا وريقات خس زينتهم بالشكل الدائري هذاك، ومن بعد تالي في بالي ماشي نزرب نجي نحط في البطاطا يا اخي. نحيت البطاطا ومن بعد تالي مشيت حطيت الدجاجة قبل ودورت بها البطاطا. هذا التقديم البسيط متاعي والسريع على خاطر ما عادش بكري يا جماعة جاعوا ويلزمني نحط لهم الطاولة. وهذاك هو الفايدة في النية وفي الرسالة اللي تشاركتها معكم. المهم انتوما فهمتوا واستفدتوا. الديكوراسيون هذيك مش مشكلة، او كمتوما وسعوا بالكم في دياركم اعملوها وزينوا بها طاولتكم ودوا بهم احبابكم واصحابكم، وان شاء الله صحة وبالشفاء ليكم.
هذا كان الفيديو متاعي لليوم، ان شاء الله يا رب يكون الفيديو متاعي خفيف ظريف عليكم، ونكون تخفيف ظل عليكم زاده، وما نكونش طولت عليكم بالحديث. كان عندكم اي تساؤل والا استفسار ما تنساوش باش تخلوا لي في لي كومنتير تحت الفيديو. والاهم من هذا كل ما تنساوش باش تعملوا لايك للفيديو، يعني اعجاب جيم للفيديو، وتبارتاجيوا الفيديو هذا مع حبابكم واصحابكم، والا تعملوا حتى نسخ للرابط متاع الفيديو. وتو ما بقى لي كان باش نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، ونشوفكم ان شاء الله يا ربي في بنة جديدة ورسالة جديدة. بسلامة.